صباح الخير يا واد يا معاذ. صباح النور يا نزهة، انت مش هتبطلي كلمة يا واد؟ ايه مش زي الناس ما بتقول لك، ولا هتتكبر على نزهة؟ وماله لما اتكبر على نزهة؟ مش هبقى جوزك يا بنت. يا اختي لما تبقى جوزي يبقى يحلها ربنا. قريب ان شاء الله. كلام كتير وفعل ما فيش. الله ايه يا نزهة كاكي خابط. كاك خابط في جناب. يا فتح لي عليم، بقى ده صباح ناس بيحبوا بعض وعلى وش جواز. ما انت اللي مسحوب من لسانك. طب فضينا بنت سيرة، رايحة فين؟ جيالك. خير ان شاء الله. روح قابل مسعود بيه احسن عايزك. عايزني في ايه يا ترى؟ ايه طب وانا ايش عرفني؟ امال مين اللي قالك انه عايزني؟ عاوض شيخ الغافر. اللهم اجعله خير. اما اروح اشوفه عايز ايه. الله معاطي استنى، انت رايح انت فين؟ مش بتقولي مسعود بيه عايزني؟ اديني رايح له. اه والنبي بس اوام احسن شيخ الغفر مأكد عليا انك لازم تروح له الليله. حاضر. شوف يا معاطي، نعم يا مسعود بيه. انا واخواتي اتلمينا امبارح وقلنا اننا نحدد ملكيتنا بمعرفتنا قبل الحكومه ما تحددها. على خيرة الله يا مسعود بيه، بس أنا ولا مؤاخذة يعني داخل ايه في الموضوع ده؟ اقول لك بقى. اتفضل. انت واحد من رجالتنا المخلصين اللي اخترناهم علشان نوزع عليهم ارضنا. ازاي يا مسعود بيه؟ انا واخواتي كل واحد مننا هياخد 100 فدان. ايه؟ وباقي الارض بدل ما تاخدها الحكومه او نبيعها لحد غريب، رجالتنا طبعا اولى بيها. ازاي يا مسعود بيه؟ ايوه، احنا بقى هنبيع لك 50 فدان. 50 فدان؟ ايوه. ومنين اجيب حقه؟ دي بسيطه قوي. بسيطة ازاي يا سعادة البيه؟ والحكاية رزق يوم بيوم. هنكتب كمبيالة بالتمن، ولما يتوفر معاك يبقى ادفعه. وده معقول بس يا سعادة البيه؟ داني لو قعدت طول عمري اشتغل مش هوفر تمن ايراد طين، مش 50 فدان. يا سيدي ما حدش مستعجلك على الفلوس، ومن ناحية الأرض وخدمتها ما تنعيش أي هم. دول 50 فدان يا سعادة البيه، اجيب لهم تقوي منين وكيماوي منين؟ قلت لك ما تنعيش هم. قلت ايه؟ والله ما انا عارف يا سعادة البيه. على كل حال احنا نعمل عقد البيع، واخد عليك كمبيالة بتمن الأرض، وإن لقيت نفسك مش هتقدر تقوم بالمهمة رجع العقد وخد الكمبيالة. انا بقول يا سعادة البيه ان كان تحت نظرك حد تاني يكون احسن. بس دي فرصة ما تخليهاش تفوتك، وانا لولا بحب لك الخير ما كنتش اخترتك ابدا. ما انا عارف يا مسعود بيه، بس يعني بس ايه، فكر في الموضوع كويس. قالوا لما تروح تطلب ايد بنت الحلال تطلبها وقلبك جامد. والله يا مسعود بيه انا مش هقدر ادي لك كلمة دلوقتي. امال امتى؟ بكرة وعليك خير. بس بكرة يعني بكرة، علشان ان ما كانش كده اشوف حد تاني. بكرة ان شاء الله ارد عليك يا يا لا. باركي لي يما. على ايه يا معاطي؟ مسعود بيه كتب لي 50 فدان من ارضه. 50 فدان حته واحده؟ ايوه يما. انت جرى لعقلك حاجه يا معاطي؟ ليه بقى؟ بقى مسعود بيه اللي نزع ملكيه الفدانين بتوع ابوك وموتوا بحسرتهم يكتب لك انت 50 فدان؟ دي لازم الدنيا جرى فيها حاجه. مش مصدقاني؟ ولا داخله مخ الحكايه دي ابدا. عشان تصدقي ادي عقد البيعه. مش عايزه اشوف حاجه. الله ليه ياما؟ هو مسعود بيه ما استكفاش يموت ابوك، بيدور لك على حاجه انت كمان. حاجه زي ايه بس ياما؟ الناس دي يا معاطي ما فيش من ورا منها غير الضرر. هيضرني في ايه يعني؟ بكره تشوف يا معاطي. ما تخافيش ياما، مسعود بيه مضطر يوزع الارض زياده عشان الحكومه ما تاخدهاش منه. بقى الحكايه كده؟ ايوه ياما. الله يخيبك ويخيب البطن اللي شالتك. ليه بقى ياما؟ ابعد عني، لا نمك ولا اعرفك. ما هو بس لو تفهمي الحكايه هترتاحي. الحكايه ما هي باينه يا معاطي. اقول لك اللي بيشيل قربه مقطوعه بتخر على دماغه. جرالك ايه يا نزهه انت كمان؟ ابعد عني احسن لك، ووعاك بعد النهارده لسانك ده يخاطب لسان. ليه بس يا نزهه؟ ما انتش عارف ليه؟ إيه؟ صحيح اللي اختشوا ومات. مش تقولي لي بس ايه اللي مزعلك؟ دي عامله حد يعملها؟ اخص عليك يا معاذ. واحد يتنازل لي عن ارضه هقول له لا، غير كده مش هاخد تمن الارض الا بعدين. يا خرابي. ايه؟ ما كنتش اعرف انك خايب ونايب الا النهار. بس ما تقوليش خايب. ايه؟ آه. انت واد فاكر ان ال50 فدان دول هيبقوا ملكك في يوم من الايام؟ عقد البيع اهو. عقد البيع ده تبل وتشرب ميته. العقد بيع. قصدك ايه يا نزهه؟ مسعود بيه لو كان ضحك عليك مش ممكن هيقدر يضحك على الحكومة. الله، واحد بيتصرف في ارضه هو حر. يا سلام. والمثل بيقول من حكم في ماله ما ظلم. لا والله، وبتعرف تقول امثال اهو. ماله منين يا سمعات؟ مش ارضه وارض عيلته. انت عارف يا معاط الارض دي بتاعت مين؟ يا اخي عيب عليك.
ما هو نزع ملكية الفدانين اللي كانوا حيلة ابوه. كفايه بقى يا نزهه. على كل حال ان كان مسعود بيه خدك تحت باطه يبقى خليه ينفع. قلت لك كفايه. هو انت لسه شفت حاجه؟ ده هي تلعن اللي ما يختش. استني رايحه فين؟ اسمع بقى ما اقول لك، مالكش دعوه بيا يا جدع انت، واوعى بعد كده لسانك يخاطب لساني، انت فاهم؟ ماشي. حتى انت يا نزهه، حتى انت بتقطميني. مش كفايه يا امي؟ لا مش كفايه يا معاطي. كل واحد من اهل العزبه له الحق انه يقطمك. ليه بقى يا حاج اسماعيل؟ لانك قصرت رقبتنا يا معاطي، خليت الناس في العزبه تعايرنا بيك. واني بس عملت ايه عشان ابقى معيره؟ ايه اللي عملته من شويه يا معاطي؟ يرضيك ان كل الفلاحين يصبحوا ملاك واهل عزبتك لا؟ يعني انا السبب؟ انت واللي متداري فيهم مسعود بيه. لكن معلش، بكره امره ينكشف وهياخدكم في رجليه. بس يا حاج اني شاري منه الارض. وده معقول يا معاطي؟ مش معقول. ليه بس يا جماعه؟ مفيش داعي للاحراج يا معاطي. كل اللي عايز اقوله لك ان اللي